الاتنين الاخوات دول اتخانقوا مع بعض خناقه كبيره، وكل واحد فيهم قال للتاني انا مش عايز اعرفك تاني، وانت لا اخويا ولا اعرفك. تاني يوم واحد منهم كان بيزرع الارض، فجه اخوهم التالت قال له النهارده عيد ميلاد اخوك، مش هتروح؟ قال له لا طبعا مش هروح. فقال له طيب فكر ونتقابل بالليل، ومشي. هنا الزوجه قالت له انا هروح اجهز الاكل على ما انت تخلص شغل. الزوجه فكرت في فكره ذكيه جدا، اتصلت باخو جوزها وقالت له الحق اخوك الناس ملمومه عليه وبيتخانقوا معاه وهو لوحده. سمع كده وطلع جري عشان يلحق اخوه. فجوزها رجع من بره بيقول لها انت لسه ما جهزتيش الاكل؟ قالت له لا اصل انا كنت بتفرج على الخناقه بتاعت اخوك، المستاجرين كلهم ملمومين عليه وهو لوحده وبيتخانقوا معاه. وطلع يجري عشان هو كمان يلحق اخوه، وده يجري عشان يلحق اخوه، وده يجري عشان يلحق اخوه، لغايه لما اتقابلوا. كل واحد فيهم بص للتاني وضحك وفهموا انهم ملهمش الا بعض. اخ الحنين نعمه ورزق وسند وظهر. ربنا يحفظ كل اخ بيراعي صله الرحم.